السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما قلت لكم بنهاية الفيديو السابق بأنه احنا كنا عندنا أسئلة هواية حول منتخبنا الوطني وحول كاساس. ومن البداية هذه الأسئلة مو معناها احنا أفضل من كاساس ولا كاساس أفضل من عندنا، لكن معناها احنا نريد نفهم ونطمئن على مستقبل منتخبنا الوطني بالصعود لكأس العالم. وأهم هذه الأسئلة هو هل احنا فعلا فقدنا الثقة بالمدرب كاساس؟ وهل كاساس تصرفاته التكتيكية الخاطئة بالملعب تدل على أنه يريد يخرج من المنتخب لكن بطريقته الخاصة؟ وهل انتهت صلاحية كاساس مع المنتخب واللاعبين وصلوا إلى مرحلة غير قادرين على تنفيذ اللي يريده بالملعب؟ وهل تغيير كاساس الآن مفيد للمنتخب أم غير مفيد الآن؟ كل هاي الأسئلة مو بس احنا نسألها لنفسنا، لكن أعتقد حتى كاساس نفسه يسألها لنفسه. فلذلك راح نحاول اليوم نسلط الضوء على هذه الأسئلة ونلقى لها أجوبة منطقية حتى نقدر نفهمها. أول شيء راح نبدي به هو هل كاساس تصرفاته التكتيكية الخاطئة بالمباريات الأخيرة تدل على أنه يريد يخرج من المنتخب لكن بطريقته الخاصة؟ هذا السؤال مهم، لكن خلونا قبل كل شيء نقول هل كاساس أخطأ تكتيكيا بالمباريات الأخيرة فقط؟ لو أخطاء بدأت من كأس آسيا وتحديدا من مباراة الأردن. إذا قلنا بأنه أخطاء من كأس آسيا فهذا ممكن كان بسبب عدم معرفة اللاعبين بشكل جيد في بداية مشواره مع الفريق. وإذا قلنا بأنه أخطاء بينت بالفترة الأخيرة فهذا يودينا إلى اتجاهين: يا إما كاساس فعلا يريد يخرج من الفريق بطريقة أو بأخرى، أو أنه كاساس لحد الآن بدأ يلقى الأسلوب الصحيح للعب للفريق. وإذا قلنا بأنه كاساس بدأ يلقى أسلوب صحيح للعب فيا إما اللاعبين غير قادرين على استيعاب أفكار كاساس، أو كاساس بدأ يعرف يوصل أفكاره للاعبين. وهنا نرجع ونقول هو معقولة كاساس بعد كل هذه التجارب على اللاعبين بدأ يلقى التشكيلة الصحيحة حتى ينفذ بيها أفكاره داخل الملعب؟ زين عاد ليش معظم المحللين الأجانب والعرب وحتى العراقيين متفقين بأنه العراق حاليا عنده مجموعة كبيرة من المواهب اللي تخليه يتنافس مع أقوى منتخبات القارة الآسيوية بما فيهم اليابان أو كوريا أو استراليا أو إيران؟ يعني معقولة كاساس خلال هذه السنتين مدى يستقر على مجموعة من هذه المواهب؟ والجواب على هذا السؤال وحتى نكون منصفين هم معظم هذول اللاعبين الموهوبين اللي احنا نريد كاساس يستقر عليهم خلال هذه السنتين ما كانوا مستقرين بمستوياتهم لا مع المنتخب بمبارياته الرسمية ولا حتى مع أنديتهم. وهنا لازم ناخذ بنظر الاعتبار الإصابات اللي طالت كل لاعبين المنتخب خلال هذه السنتين. ومن جانب آخر إذا قلنا كاساس يفكر شلون يخرج من المنتخب وأخطاء بدت من فترة طويلة، ولنفرض هذه الأخطاء كانت متعمدة، فليش كاساس كان يفتر العراق كله ويتفرج على مباريات الدوري هو والجهاز الفني اللي وياه؟ ومع العلم احنا بعمرنا ما اجانا مدرب أجنبي يفتر المحافظات ويشوف مباريات الدوري ويا الجمهور. وأيضا كاساس كان يراقب هو وجهازه الفني كل لاعب عراقي يعيش بالخارج ويلعب بأي دوري بالعالم. يعني من الأخير الشغل اللي اشتغله كاساس ما الواحد جاي حتى يعيش هنا ومو بس حتى يصعد منتخب لكأس العالم. إذا نوصل إلى نتيجة بأنه كاساس يا أما أفكاره أعلى من أفكار اللاعب العراقي، أو أنه كاساس خبرته وإمكانياته ما تأهله أنه يدرب فريق مثل المنتخب العراقي. وأعتقد الكل يتفق وياي بأنه معظم فرق الخليج والمنطقة العربية وحتى آسيا كلها من تلعب ويا العراق تلعب بدافع كبير وروح عالية بالفوز على الفريق العراقي. يعني أنا أشبه المنتخب العراقي دائما بريال مدريد، لأن الكل مهما كان حجمه يريد يفوز عليه. وهنا نسأل نفسنا سؤال: هو كاساس يعرف هذه الحقيقة؟ يعني يعرف الفريق العراقي لازم دائما يكون جاهز للمنافسة القوية حتى في البطولات الودية. ولنفرض أنه كاساس ما يعرف هذه الحقيقة، زين مو المفروض أنه اللاعب العراقي يعرف قيمة فانيلة المنتخب العراقي؟ يعني إذا نقول كاساس مدى يستقر على تشكيله يعني معناها أنه هواية لاعبين دا ينطيهم الفرصة كاساس باللعب للمنتخب، لكن مدى يقدمون المستوى المطلوب لإقناع الجمهور والمدرب بمستواهم. وهنا راح تتكون عندنا قناعة مهمة بأنه اللاعبين والمدرب مدى يقدمون المستوى المطلوب
اللي نقول من خلاله بأنه عندنا منتخب يطمن ومقنع بأدائه هو ومدربه. وهذا راح يوصلنا إلى سؤال آخر، بأنه هل انتهت صلاحية كاساس مع المنتخب العراقي؟ واللاعبين وصلوا إلى مرحلة مدى يقدرون ينفذون أفكار كاساس داخل الملعب؟ والجواب هو أنه كاساس يلعب دائما بشكل 4-2-3-1، وهذا الشكل يخلي أيمن حسين دائما لوحده. وهنا أقول بأنه اللاعبين بالمنتخب ما يقدرون يطبقون ما يريد المدرب بهذا الشكل. ولو تلاحظون المباراة الأخيرة مع السعودية كان أيمن يلعب هو ومهند للأمام، وهذا الشيء أول مرة يسويه كاساس من فترة طويلة. يعني معناها كاساس حس بأنه طريقة 4-2-3-1 صعبة على اللاعبين، لذلك غيرها مع السعودية إلى 5-3-2 بالدفاع و3-5-2 بالهجوم. وهنا أعتقد كاساس لازم يتراجع عن 4-2-3-1 حتى اللاعبين يكونون قادرين على تنفيذ المهمات الدفاعية والهجومية بسهولة. ومن جهة أخرى كاساس لازم يعرف بأنه لاعب المنتخب عنده مواصفات تختلف عن مواصفات لاعب النادي، حتى لو كان هذا اللاعب يلعب في أوروبا. وهنا وصلنا إلى أنه هل إحنا فقدنا الثقة بالمدرب كاساس؟ أنا أعتقد الجمهور العراقي عنده ثقة كاملة بأنه كاساس عنده مجموعة من اللاعبين على مستوى عالي من المهارة والقوة البدنية اللي تخليهم يتنافسون بسهولة للصعود لكأس العالم. لكن المشكلة هو أنه نفس هذا الجمهور فقد الثقة بأنه كاساس يعرف هذه الحقيقة، لأن كاساس لما يمتلك لاعبين مهاريين وعلى مستوى عالي ويجيبهم من أنديتهم الأوروبية ويقعدهم بالاحتياط، فأكيد هذا الشيء راح يخلي الجمهور الرياضي ما يثق باختيارات كاساس بالمباريات المهمة وغير المهمة. وأيضا راح يخلي اللاعب الجيد والغير جيد كلهم في خانة واحدة، وهذا الشيء ممكن يصير مع الأندية لكن ما يصير مع المنتخب. فلذلك نقول نعم، الآن الثقة بكاساس أصبحت أقل من السابق، ولكن كاساس عنده فرصة أخيرة لاستعادة هذه الثقة إذا فاز على الكويت وفلسطين في الجولة القادمة من تصفيات كأس العالم. السؤال المهم الآخر هو هل تغيير كاساس الآن مفيد للمنتخب أم غير مفيد؟ بصراحة التغيير للمدرب في هذا الوقت ممكن يكون مفيد وممكن يكون غير مفيد، وأيضا بقاء كاساس ممكن يكون مفيد وممكن يكون غير مفيد، لأن كاساس إذا عالج أخطاءه ولعب بطريقة هجومية ممكن يكون بقاءه مفيد للمنتخب. أما إذا بقى كاساس بأسلوب التجريب وعدم الاستقرار على التشكيل وعلى الأسلوب باللعب فأكيد راح يكون غير مفيد للمنتخب. لكن أنا برأيي الشخصي كاساس يستحق فرصة أخيرة، لأن إحنا بالتصفيات وضعنا جيد وبالمركز الثاني ومبارياتنا تقريبا على الورق سهلة. والآن بعد كل اللي قلناه في هذا الفيديو أعتقد هذه الأجوبة مو كل الناس راح تقتنع بيها، لكن أعتقد معظم الناس توافقني الرأي بأنه من الضروري إعطاء كاساس فرصة أخيرة. وأنا أقول فرصة أخيرة لأن مثل ما إحنا نحاول نلقى حلول لمنتخبنا فأكيد كاساس دا يحاول يلقى حلول لمستقبله كمدرب. وكاساس يعرف كل الزين حجم وقوة الإعلام العراقي وجمهوره بكل وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرف كل الزين بأنه إذا نجح مع الفريق العراقي بالوصول لكأس العالم راح تنفتح له أبواب كبيرة أخرى في عالم التدريب. فلذلك أنا برأيي الشخصي بقاء كاساس ممكن يؤدي إلى نتائج جيدة، لكن بشرط واحد، هو أنه كاساس واللاعبين لازم يراجعون نفسهم زين، لأن الفرصة بالتأهل لكأس العالم من هذا الدور الثالث أسهل بكثير من الدور الآخر هو الرابع، لأن الفرق اللي ممكن راح تواجهها بالدور الرابع بالتأكيد أصعب من هذه الفرق. وبالنهاية نتمنى التوفيق لمنتخبنا بالوصول لنهائيات كأس العالم. وشكرا لكل من كمل الفيديو الأخير، ونشوفكم إن شاء الله على خير.